السلام عليكم. كريم بنزيما يثور غضبا في صحفي سعودي تطاول على النادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والاتحاد. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن الأهلي قادر على الإطاحة بالاتحاد فارجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. قبل المواجهة المرتقبة والحاسمة للنادي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي صاحب الأرض والجمهور، والتي ستقام غدا بمشيئة الله تعالى. وفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قائد اتحاد جدة كريم بنزيما، حيث سخر أحد الصحفيين السعوديين وقال لكريم بنزيما: هل اتحاد جدة قادر على الإطاحة بفريق الطعمية المصري؟ لأن الفروقات شاسعة بيننا وبينهم. فرد عليه كريم بنزيما وقال له: كرة القدم لا يوجد فيها شيء اسمه الاستهتار أو الاستهزاء بالخصوم، فأنا سمعت هنا العديد من الجماهير تنادي باسم الطعمية، وأنا لا كنت أعرف ما هي الطعمية التي تنادي بها الجماهير، ولكنني علمت أن هذه الطعمية يقصد بها الأهلي المصري، ولكن الأهلي المصري فريق قوي جدا، وأنا واجهته في كأس العالم الماضية بالمغرب وكان ندا قويا لريال مدريد، فالريال فاز آنذاك على الأهلي برباعية، ولكن تذكروا أن الريال فاز أيضا على الهلال السعودي بخماسية في النهائي، فالأهلي فريق متمرس في هذه البطولة، ويجب علينا الحذر من هذا الفريق القوي، لأن أي استهتار سوف يطيح بنا خارج البطولة. وكلنا نعلم أن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، وأتمنى ألا تحدث مفاجآت أمام الأهلي المصري في هذه المباراة الهامة. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.